السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جايلكم فيديو جديد من قناتكم يلا بينا نلف الدنيا. وهنلف فين النهارده؟ بإذن الله هناخد جولة في المعمورة الشاطئ، واللي هي واحدة من أهم مناطق اسكندرية، مش بس في المصيف وفي الحياة وفي كل حاجة، جمال وشياكة ورقي وكل اللي عاوزينه نلاقيه هناك بإذن الله إن شاء الله. بجد المكان اللي ما يختلفش عليه اتنين، يعني لو أي اتنين اختلفوا على أي حاجة ما اعتقدش اطلاقا ان في حد هيختلف معايا على المعمورة الشاطئ وجمالها وكل الخدمات والحاجات الحلوة اللي فيها. ممكن حد يقول ان فعلا في اسعار شوية عالية فيها، ولكن في اسعار تانية كويسة او متوسطة او مناسبة، فكل واحد بيشوف الحاجة المناسبة معاه وياخدها. من وجهة نظري زي ما اسكندرية عروس البحر المتوسط، فالمعمورة الشاطئ هي عروس اسكندرية. صيف شتاء ما شاء الله اللهم بارك، جميلة وروعة وتحفة جدا. عاوزة اقول لكم ان ما شاء الله مصر جميلة وفيها حاجات كتيرة جدا حلوة واماكن سياحية وغير سياحية تحفة، وفي اماكن تانية فيها كده عبق واثار وحاجات كده وروح مختلفة غير اي مكان تاني، بس فعلا محتاجة ان يعني الانسان يحس بالجمال اللي فيها. بإذن الله هنحاول نغطي أكبر قدر ممكن من الحاجات اللي ممكن تعرفوها عن المعمورة، علشان لو حابين تنزلوها مصيف أو تنزلوها في العموم تفسحوا تتغيروا جو، أو حتى تشتوا فيها بإذن الله. خلاص يعني الشتاء داخل اهو. هنعرف أسعار الشواطئ، أسعار الشقق، هنعرف برضو السوق وكل الكلام ده كله. ياريت مننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، واكتبولي تحت في الكومنت حبيتوا الفيديو ولا لا، وايه أكتر فيديوهات بتحبوها وحابين فيديوهات عن ايه تاني. بس كده ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. بداية كده بندخل من بوابة المعمورة الشاطئ اللي بتكون قدام محطة الإصلاح بالظبط، وأعتقد إن ده بيكون أقصر طريق للبحر. وعموما المعمورة الشاطئ بتكون في النص كده ما بين المنتزه والمنظرة، وما بين الناحية التانية اللي هي معمورة البلد وأبو قير. الدخول من على البوابة ب30 جنيه للفرد. نزلنا في المكان ده بالذات عشان نبقى قريبين برضو من السوق، وبنطلع كده بنلاقي قدامنا على طول الشاطئ العام، فيلل من على اليمين وعلى الشمال، وزي ما احنا شايفين كده المنظر والمرجيحة بقى جوه الفيلا. في فيلل بجاردن وفي من غير جاردن، بيكون عبارة عن دور أول عادي كده أرضي، بس طبعا بيكون سهولة الخروج والدخول وليه بوابة كده صغيرة لوحده والكلام ده كله. بعد الفيلل والشاليهات بقى بنعدي الطريق اللي بيكون ممهد وجميل جدا ومناسب لكل أنواع بقى التمشية، العجل، الكلام ده كله، أي لعب، والسكوتر والعيال وكل ده. زي ما احنا شايفين الطريق قدامنا بقى هنلاقي الشاطئ. بجد مش قادره اوصف لكم الهدوء والرقي، وغير خالص الزحمه اللي بره، والشاطئ رايق والدنيا حلوه. ده غير البراجولات والحاجات اللي بتكون قعدات من بره كده. الانسان حتى لو مش داخل الشاطئ مش عاوز يدفع تذكرة الدخول، ممكن ان هو بس يطلع او يقعد كده القعدة دي. يعني لو حد عنده بيت في معمورة الشاطئ او قاعد بقى كده، ينزل كل يوم كده ياخد الكافي بتاعته او ما ياخدهاش، حتى يجيب ازازة المية ويقعد كده يقرأ قرآن، يقرأ كتاب، يشوف اي حاجة بيخلصها في الموبايل، او اي حاجة يعملها قدام المنظر التحفة ده ومنظر البحر والشياكة والهدوء والرقي ده. وده بالفعل اللي عمه اللي جنبي كان قاعد قال لي ليه ادفع تذكرة دخول، ما انا اجي ابص كده وافضل قاعد في المنظر ده، وقاعد من بره في الكراسي القعدات اللي عاملينها وفيها البراجولات الكبيرة والشمس تمام وكله زي الفل. اما بقى بالنسبة للناس اللي هتروح كمصيف وعاوزة تاخد يومين 3 وتغير جو كل ده، فيعني ان شاء الله لو اجرتوا يومين 3 شاليه او فيلا او ايا يكن هتاخدوا ايه، فبإذن الله لا هتنعوا هم بقى دخول المعمورة الشاطئ، ولا هتنعوا هم برضو تذاكر دخول الشاطئ ولا الكلام ده كله، لأن الحاجات دي بيكون معاها كارنيهات خاصة لدخول الشواطئ. وفي شاطئ غير العام اللي احنا دلوقتي فيه، في شاطئ خاص كمان، فيعني في شقق ليها كارنيهات شاطئ عام، وفي شقق تانية ليها كارنيهات شاطئ خاص. فانتوا بمجرد ان انتوا هتأجروا المكان اللي انتوا هتصيفوا فيه وهتقعدوا فيه كام يوم، خلاص كده انتهت بعد كده كل المشكلات الباقية. نبدأ بقى نتكلم على الشاطئ ودخول الشاطئ والتذاكر والاسعار والكلام ده كله، والالعاب بقى اللي جوه الشاطئ والحلويات زي ما احنا شايفين كده. في كل الحاجات اللي انتوا ممكن تحبوها، والناس بقى اللي ليها في الالعاب المائيه بقى والجيت سكي والبنانا بوت والكلام ده كله، ما شاء الله اللهم بارك موجود كله. بالنسبه لتذاكر دخول الشاطئ العام للفرد 50 جنيه. 50 جنيه ده للكرسي، يعني انتوا بتدخلوا ب50 جنيه للكرسي بتاعكم. اما لو حابين بقى تأجروا شمسية او ترابيزة، فالشمسية ب20 تأجيرها والترابيزة ب10.
ولو حابين كرسي اضافي ب10 برضه. والاطفال من تحت 6 سنوات دول بيدخلوا عادي مجاني. وهتلاقوا كده 3 بوابات لدخول الشاطئ العام اللي احنا شايفينه ده. كده كده كلنا عارفين ان الشواطئ بتكون لحد الساعة 7 بس، او بمعنى اصح غروب الشمس يعني. وبما ان في شواطئ كتير مش متاحة زي ما في شواطئ كتير برضو اتفتحت دلوقتي، بس المعمورة الشاطئ يعني الانسان يأجر بقى كده على طول على وش المية ويقعد يطلع من المية، فاهميني؟ يعني مش هيبقى فيها مواصلات، مش هيبقى محتاجين ركوب الكلام ده كله، وجنب المنتزه وجنب كل الفسح، يعني مكان مناسب جدا للأسر والعائلات. كمان هنا برضو متاح الحمامات وتغيير الملابس والكلام ده كله، وبيكون ب3 جنيه للفرد. ونقطة مهمة كنت هنساها، طبعا تذاكر الدخول اللي هي 50 جنيه للفرد دي بيكون أيام من الحد للخميس فقط لا غير، أما الجمعة والسبت دول بيكونوا أجازات، فبيكون سعر التذكرة 75 للفرد. أما بالنسبة للشاطئ الخاص فهو ما يختلفش كتير عن الشاطئ العام، يعني من وجهة نظري الاتنين نفس البحر وكل حاجة، ولكن الاختلاف بقى في ان التاني بيكون برضو أرقى وأهدى، بيختلف في الكراسي والقعدات والدنيا المنظمة أكتر والشماسي وكل ده بيبقى مختلف. هتلاقوا برضو الشезлونجات اللي هي بتبقى لو حد عاوز يبقى قاعد كده قعدة مريحة، وبيكون ب150 للفرد لحد الساعة 7 مساء برضو. وبعد كده بقى بيتقلب يبقى كافيه على البحر، ممكن ان انتوا تروحوا تقعدوا هناك. خلاص بتبقى الدنيا فاضية تماما، والدنيا بتبقى هدوء بقى وغروب ومنظر كده وروقان والموج وصوت البحر. تقعدوا في الكافيتيريا كده تشربوا حاجة. الأسعار في المتناول عادي المعروفة في أي كافيه بيكون على البحر، يعني 35 للشاي، أسعار من 65 70 للحاجات القهوة أو النسكافيه والكلام ده كله. في حاجات تانية أكيد أعلى، بس يعني الرنجات متقاربة تقريبا. البيتش باجي برضو موجود زي ما قلت لكم، الألعاب ما شاء الله كلها متوفرة هنا. مش بس كده، كمان في المعمورة الشاطئ هتلاقوا ملاهي المعمورة، طبعا الملاهي ليها دخول تاني خاص لوحده. طبعا بالنسبة لملاهي المعمورة فدي بتكون عاوزة فيديو تاني لوحدها، لأنها كبيرة ولأنها مهمة جدا، وواحدة من أكبر الملاهي في اسكندرية. كمان ما شاء الله شاملة وكاملة. في ناس بس يعني ممكن تنزل المعمورة بس عشان الملاهي، يعني ينزلوا بس الملاهي بس كده ويفرحوا فيها وخلاص، وبتبقى زحمة جدا مش قادرة اوصف لكم في الأعياد وفي المناسبات. وفيها ألعاب مناسبة للجميع وكل الأعمار، الصغير والكبير، ولكن طبعا ألعابها بتبقى قوية شوية وشديدة، يعني ايه للناس بقى اللي هما بيحبوا الحاجات الجامدة قوي. وسريعا كده عشان نبقى قلنا كل حاجة في الفيديو، تذكرة الدخول المعمورة الملاهي ب10 جنيه للفرد، وبعد كده بقى الألعاب بتبدأ من أول 10 جنيه للطفل. آه يعني بقى ألعاب صغيرة بسيطة لحد بقى حاجات بتعدي 50 جنيه، 50 و60، ألعاب جامدة جدا. ألعاب زي الصاروخ وزي الحاجات قوية يعني. وفي لعبة زي اللي هي الساقية دي عاملة 150 جنيه. المكان الواحد بيقضي 4 5 أفراد، ف4 5 أفراد بيركبوا ب150 جنيه، فبتبقى كويسة يعني. بعد كده هندخل على السوق بقى كده زي ما احنا شايفين من عند نجمة المعمورة، ونبدأ ندخل الأسعار بقى في السوق. يعني في حاجات وحاجات بصراحة، بس كل حاجة هنا بقى ما شاء الله متوفرة، يعني مش تحتاجوا ان انتوا تطلعوا برا المعمورة عشان تدوروا على أي حاجة. في صيدليات وفي ماركتات وكل حاجة، وادي زي ما شايفين تأجير العجل والموتوسيكلات والكلام ده كله برضو هنا. كل حاجة ما شاء الله، والملابس والتوك والمأكولات ما شاء الله، الله ينور، كل حاجة متوفرة، حتى اللي ناسي حاجة عوامات كله موجود هنا، اللهم بارك. وسألت على أسعار الخضار بصراحة لقيتها يعني مناسبة، يعني البطاطس ب25 برا لقيتها هناك برضو ب25. بس الطماطم كانت أعلى شوية، يعني حاجات وحاجات يعني، وبيختلف برضو من محل للتاني، بس كل حاجة موجودة، مخبوزات وحلويات وبقى محلات ومشويات وأسماك والكلام ده كله وعيش وكله ما شاء الله متوفر. بس شوية أسعار هتلاقوها يعني أعلى برضو، لأن المعمورة يعتبر ده الموسم بتاعهم وبتبقى الأسعار شوية سياحية. ولكن في ناس برضو قابلتهم قالوا لي ان هم بيطلعوا يجيبوا من اسواق بره، واقرب حاجه ليها المنظره ومحلات المنظره وسوق المنظره او المعموره البلد سوق المعمورة يعني البلد، وسوق أبو قير. ممكن تجيبوا برضو الحاجات اللي انتوا عاوزينها، يعني حد مثلا رب الأسرة ينزل يجيب الطلبات وكده ويجي بيها على هنا لو حابين يعني ان انتوا توفروا او حاجة. اما بالنسبة لجراج العربية فالعربية بتتركن عادي كده زي ما احنا شايفين، مفيش اي تذاكر او رسوم او اي حاجة. بالنسبة بقى لأسعار الشقق والشاليهات، ودي اهم حاجة يعتبر المصيف بيبقى محتاج ان هو يعرف حاليا، وشهر 9 اللي احنا فيه ده دلوقتي الأسعار بتبدأ من 1500 1700، وده بيكون
في اليوم الواحد، وبيكون بصراحة يعني المكان مش أحلى حاجة. بداية من 2:30 بيكون غرفة واحدة الشاليه، ده بداية الكويس، بداية الحاجة المتوسطة. اللي قدامنا ده مطعم برضو علشان ما نفوتهوش، يعني في مطاعم وكل الحاجات اللي انتوا بتدوروا عليها بإذن الله موجودة. اما بقى لو عاوزين حاجة كبيرة وشقة كبيرة وتكون في المعقول وفي الحلو وفي الجميل، يبقى 3:30 دي البداية برضو للحاجات اللي هي تكون عفشها كويس متوسط، يعني حاجة كويسة إنسان يقدر إن هو ياخد فيها. عاوزة اقول لكم ان الاسعار هناك لما رحت اتقال لي ان في 5 و6 و8 و12 لحد 12 ألف في اليوم. لكم ان تتخيلوا بقى، كل حاجة ليها طبعا مستواها، وطبعا بتاخدوا زي ما قلنا الكارنيهات بتاعة الشواطئ، والدخول بيبقى مجانا وكل وزي ما انتوا الحاجات دي. عاوزين في اي مكان بنروح له بلاقي اي يفط قدامي بصورها لكم علشان تبقى معاكم لو احتجتوها او تسالوا اي حد. لكن انا الناس دي معرفهاش ولا شفتها ولا كلمتها ولا اعرف عنها اي حاجه. ومن وجهه نظري ويفضل ان انتوا لما تكونوا توصلوا في المكان نفسه تسالوا وتشوفوا اكتر من حاجه على ارض الواقع بنفسكم، واللي ترتاحوا له تاخدوه، علشان برضو ده بيختلف تماما عن الحجز من خلال التليفونات بقى والفودافون كاش والفلوس اللي بتتسحب والحاجات دي كلها. الا لو انتوا متعاملين مع حد او عارفين حد ثقة فتمام. كمان باذن الله كل ده هيقل تماما مع دخول المدارس، وباذن الله اي حد حابب ان هو يجي يخطف يومين كده مع بداية دخول المدارس هتلاقوا الاسعار مختلفة فطبعا تماما. مع دخول المدارس والشتاء وكل الحاجات دي الاسعار بتقل تماما، لان طبعا المعمورة بتبقى فاضية او هادية كتير الى حد كبير. بس كده، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.